السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تقلبش الفيديو ده عشان حقيقي هتستفاد. خليك حذر جدا وانت بتسلف لصاحبك فلوس، عشان وارد تخسر الاتنين، صاحبك والفلوس. ما تعتمدش دايما على ذاكرتك، اكتب كل حاجة في ورقة. لما تفكر تشتري بيت جديد فكر في 3 حاجات: الموقع ثم الموقع ثم الموقع. ما تديش حد أجرة قبل ما يخلص شغله، واكيد انت اتقرصت من الموضوع ده كتير. اختار زوجتك بعناية شديدة لأنها مسؤولة عن 90% من سعادتك أو تعاستك في الحياة. اوعى تتأخر في نومك لو كنت حريص على بركة اليوم. ما تسيبش شغلك أو تستقيل منه غير لما تكون مأمن شغل غيره. لما تستلف عربية صاحبك املاها بنزين أو فولها له قبل ما ترجعها، وياريت لو ما تستلفش حاجة أصلا. ما تخليش موبايلك يسرق اللحظات الجميلة اللي ممكن تعيشها في حياتك، فالغرض منه راحتك وليس راحة المتصل. لما والدتك تقولك انت هتندم على الشيء ده، فتأكد ان انت هتندم عليه. لو صادفك كتاب جديد اشتريه حتى لو انت مش هتقراه. شجع اولادك دايما يشتغلوا في اوقات فراغهم لو وصلوا ل 16 سنة او قبل كده لو امكن. لا تصدق كل ما تسمع، ولا تنفق كل ما تملك، ولا تنام قدر ما تحتاج. لو استلفت شيء معين اكتر من مرتين فريح دماغك واشتريه. ابعد عن الاماكن المشبوهة، فالاحداث اللي زي الزفت ما بتحصلش الا هناك. لما حد يسألك سؤال شخصي وانت مش عايز ترد عليه، بكل ادب كده ابتسم وقول له انت عايز تعرف ليه. 3 حاجات اوعى تفقدهم في حياتك: اعصابك، ثقتك بنفسك، مفتاح عربيتك. ما تتوقعش ان ولادك هيسمعوا كلامك وانت وضعك سيء. اوعى تقول انا ما عنديش الوقت الكافي، لان معظم العظماء كان وقتهم 24 ساعة بس. والله يا مولانا، خلي دايما جنب سريرك قلم رصاص وورقة، لان في افكار هتجيلك قبل ما تنام لو ما اتكتبتش هتطير. كل الناس بتحب المدح، بس خلي بالك وخليك حذر من النفاق. لما تيجي تلعب اولادك في لعبة خليهم يفوزوا عليك. لما تيجي تدخل اجتماع في شغلك ادخل كأنك مالك المكان، وخليك واثق في نفسك. اوعى تضيع وقتك في الرد على المنتقدين. بلاش تناقش امورك المادية مع حد اعلى منك او حد اقل منك. واخر نصيحة هي انك تتوقف عن اي نقاش عقيم، وما تتعصبش بسبب نقاشات تافهة، لان كله من اجل صحتك. سلام.